يا أهلنا، اليوم جبل النار وكما في كل يوم تخرج لترسل رسالة. لم تكن الدماء التي أريقت في غزة لتمر مرور الكرام على الفلسطينيين في الضفة، ولم تكن الإنجازات التي حققتها فصائل المقاومة لتمر هي الأخرى دون أن تجد تفاعلا شعبيا في شوارع ومدن الضفة الغربية. لذلك خرجت هذه المسيرة الشعبية في مدينة نابلس كرد فعل طبيعي لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. سجل عندك يا زمان، سجل عندك يا زمان، ضفة تغلي كالبركان، ضفة تغلي كالبركان. نقول نحن هنا في محافظة نابلس جبل النار موحدون نصرة لأهلنا في غزة، أهل غزة العزة، ضد هذه المجازر، ضد هذا العدوان الغاشم من الاحتلال الصهيوني، هذا الكيان الذي يتصرف فوق القانون ويقتل الأطفال والنساء دون أي رحمة وبصمت دولي مدقع. أين هي المحافل الدولية لتوقف وتلجم هذا العدوان وهذا الكيان؟ متظاهرون طالبوا السلطة الفلسطينية بضرورة وقف التنسيق الأمني كأقل واجب لنصرة سكان القطاع الذين يقتلون صبحة وعشية وسط صمت عالمي مطبق. أيضا وجهنا رسالة لسلطتنا الوطنية: عليكم ألا تقفوا عائقا أمام زحوف الشبان إلى الحواجز إلى الجدار ليشتبكوا مع المحتل. إن الموقف الأكثر جدوى المتضامن مع غزة وذلك الذي يكون عند الحواجز. تفاعل الشارع الفلسطيني مع ما يجري في غزة لا زال بحاجة للمزيد من الحشد والضغط الفعال لتحقيق مطالب يرونها غائبة عن نظر القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن. ولا زالت غزة تقطر دما لليوم السادس عشر على التوالي، ولا زال الشارع الفلسطيني ينتفض نصرة لها مع تزايد المطالب للسلطة الفلسطينية ضرورة اتخاذ مواقف أكثر جدية لنصرة سكان غزة المستهدفين. محمود مطار، التلفزيون نابلس.